في لوحة واحدة قدرت تخلي ملايين من العيون تحس بالخوف، لأن عيونها بتتحرك حتى وهي مرسومة. كل اللي بص عليها حسوا إنها بتبص عليه. النهاردة هتفهم ليه الموناليزا بتعمل كده، ويعني ايه موناليزا، وايه سبب شهرتها، وازاي اتسرقت. لو متعرفش يعني ايه موناليزا، فكلمة مونا بالإيطالي يعني السيدة، وليزا ده اسم الست اللي في اللوحة، ولو جمعتها هتبقى السيدة ليزا. طب ايه سر شهرتها؟ اللوحة دي رسمها الفنان الإيطالي ليوناردو دافنشي في القرن الستاشر، وسبب شهرتها بيجي في عدة أسباب. الرسم الجديد اللي استخدمه دافنشي واللي اخترعه اللي هو 3D، ورسم الاتجاه الأمامي والجانبي مع بعض في نفس الوقت. ده أدى إلى ثلاثة الأبعاد المجسمة، بتحسسك إن الصورة حية كأن في شخص جواها. وده سبب شهرتها عن بقية الرسومات، لأن الرسومات اللي كانت موجودة وقتها كانت مسطحة، وكانوا بيرسموا الناس من جنب واحد زي اللي قدامك دي كده. ولو قارنتها بالموناليزا هتلاقيها حية ومتحركة، أما التانية هتحس إنها ثابتة مش بتتحرك. ومش بس كده، ده كمان ضاف دافنشي في عالم الرسم أسلوب جديد في التلوين، ولون بيه لوحة الموناليزا، اسمه التلوين الضبابي. يعني باختصار مستحيل تلاقي خط صريح في اللوحة، لكن هتلاقي الألوان متداخلة تدريجيا ومفيش أي خطوط واضحة. وده كان شيء جديد في الفن وقتها. وكمان ضاف دافنشي خدعة بصرية للوحة، ابتداء من ابتسامتها الغريبة اللي حيرت الباحثين على مر العصور. ولو انت فرحان وبصيت على اللوحة هتلاقي ابتسامتها بتدل على الفرح، ولو انت حزين وبصيت على اللوحة هتلاقي ابتسامتها حزين، لأن ابتسامتها نصها في دماغك ونصها في اللوحة، وهي أصلا مش بتضحك، لكن العقل بيكمل الصورة على حسب مزاجك. وده خلى الناس تقول إن الموناليزا بتفهمك. وتاني سر وهو عينيه، وده أكتر حاجة مشهورة بيه وخوفت الناس، وعايز أقولك إن عينيها مش بتتحرك ولا حاجة. ده بسبب أسلوب التجسيم اللي استخدمه دافنشي، قدر يخلي عيون الموناليزا ممتدة بزاوية 30 درجة. يعني ايه؟ العلماء للموناليزا لقوا ان دافنشي مرسمش الموناليزا وهي مواجهة تماما، لكن وجهها مائل خفيف جدا ناحية اليمين بالنسبة للمشاهد بحوالي 15 إلى 30 درجة. هو ده رقم تجريبي جدا لكنه مهم جدا، لأنه بيفسر ليه احنا بنحس انها بتبص علينا من اي اتجاه. وده بسبب تقنية البعد والقرب. مش بعيد فتقول انها مش بص عليه، ولا قريبين فتقول دي مركزة عليه. اللي عمله مش صدفة، لكنه فاهم النفس والعين ازاي بيشوفوا الرسمة وهي مايلة شوية. وفي يوم من الأيام حدثت أكبر واقعة في متحف اللوفر يوم 21 أغسطس سنة 1911. الزائرين اكتشفوا إن الموناليزا مش موجودة، وصعد فرنسا على خبر سرقة الموناليزا. فضلت اللوحة مختفية لمدة سنتين، ولكن مع مرور الوقت اتضح إن شاب إيطالي اسمه فينسينزو، وده كان مصمم ديكور إيطالي، استغل إن المتحف فاضي وشال اللوحة ولفها في هدومه من غير ما حد يحس بيه. فضل مخبي اللوحة في شقة مهجورة لمدة سنتين، وده سبب في قطع العلاقات بين فرنسا وإيطاليا. هتقول لي ايه دخل إيطاليا في الموضوع؟ أقولك لأنه لما سرقها ورجع بيها على إيطاليا وعرض اللوحة على فنان إيطالي اسمه ألفريد جيري، وقال له إن إيطاليا أحق بيها من فرنسا لأن ليوناردو دافنشي كان إيطالي، فرنسا ملهاش الحق إنها تاخدها. وقام ألفريد جيري متصل بالشرطة وبلغهم بكل اللي حصل. بعدها إيطاليا جات وخدت اللوحة وحطوها في متحف بوفر جيرل، والكل عرف إن الموناليزا رجعت تاني. وبدأت فرنسا تتواصل مع إيطاليا عشان تستعيد اللوحة، والعلاقات شدت ما بينهم، كانت هتوصل لغاية العلاقات. وبعدها فرنسا كذبت المفاوضات ورجعت الموناليزا لمتحف اللوفر، بس المرة دي حطوها في إطار زجاجي مقاوم للرصاص. وفي الآخر الناس بتتساءل هي مين اللي في اللوحة دي، والباحثين بيقولوا إن الست دي تبقى أم دافنشي، وناس تقول دي رسمة من وحي الخيال، وناس بتقول إن اللي في اللوحة ده دافنشي بس غير ملامحه في اللوحة. وناس عملت تطابق بين شكله في الحقيقة وشكله في اللوحة، ولقت إن فعلا في تطابق. بس الأشهر والأقرب اللي قاله المؤرخ جورجيو فاساري، اللي كاتب السيرة الذاتية لدافنشي، إن الموناليزا دي تبقى ست اسمها ليزا جيوكوند، زوجة تاجر اسمه فرانسيسكو. كان الراجل ده صاحب دافنشي وطلب منه يرسمها لمراته احتفالا بالمولود الجديد. في الآخر دافنشي رسمها ومسلمهاش لفرانسيسكو، وسافر بيها على فرنسا. ومع مرور الوقت ملك فرنسا خدها وحطها في القصر بتاعه. فضلت اللوحة تتنقل من ملك لملك حتى وصلت إلى متحف اللوفر. وبس كده،
كده احنا جاوبنا على سؤال ليه الموناليزا بتبصلك. لو عندك اي سؤال اكتبه في التعليقات. سلام.